السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل حلا سريع وسهل وبسيط، بدون لبن، بدون زبادي، بدون سمنة، وبدون بيض. حاجة كده سهلة جدا. كوباية دي سميد وكوباية دي عادي بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه. هنقلبهم كويس أوي مع بعض. دي السميد العادي اللي بنلاقيه عند العطار. معانا معلقة سكر، نص معلقة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة خميرة. هنقلبهم كويس مع بعض، وهنضيف لهم ذرة بسيطة من الملح. هنقلبهم كويس وبعدين نضيف عليهم بصوا ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت. هنقلبهم تقليبة حلوة كده مع بعض، ونبسهم زي ما بنبس كده الكعك والحاجات اللي احنا بنعملها. الدقيق مش الزيت مش سخن، ده زيت عادي جدا، ما فيهوش اي حاجة. يعني هنفضل نبسهم كده لغاية ما ايه، نخلي الدقيق يتشرب من الزيت. الزيت ربع كوباية مش كتير. وزي ما انتوا شايفين كده، فضلا ليس امرا. دوسوا على اللايك انتوا بتتفرجوا كده، عشان القناة يعني فيديوهاتها ترتفع، وكل لما حاجة تنزل توصل لكم. فعلوا زر الجرس، اعملوا اشتراك. ربنا يا رب يسعدكم ويرضيكم، وإن شاء الله بإذن الله القناة مش هتكبر إلا بيكم وبدعمكم. وشكرا شكرا جزيلا لكل متابعيني القدام والجدد كمان. أهلا وسهلا بيكم، شرفتوني في قناتي. وكل تحية وتقدير لكل اللي دخلوا عندي في القناة. ربنا يسعدكم يا رب. احنا هنا خلصنا حبايبي الدقيق لما شربناه كده الزيت، وبعد كده بديله حبة في حبة في المية. دي كوباية مية برضو دافية. الدقيق السميد والدقيق العادي كله بنفس المقدار، كوباية واحدة. يعني هي الكوباية اللي انا عايرت بيها الدقيق ده، هو اللي انا عايرت بيه دقيق السميد. ومعايا كوباية المية دافية عشان الجو ساقع طبعا، فهتاخد وقت طويل لو حطيت لها مية باردة يعني. بص انا خليت حاجة بسيطة في الكوباية، لا حطوها كوباية كاملة، عشان دي البسبوسة لما بيخمر بيبقى عكس الدقيق العادي. الدقيق العادي بيبقى بيطرى لما بيخمر، لا دي البسبوسة بيبقى متماسك. هنا حطيت كوباية من المية وكوباية من السكر، وهحط معلقة عسل جلوكوز، وهنحطهم على النار. وهنعمل كمان الشربات. على ما العجينة اختمرت معانا، هنحط نص ليمونة. انا بحط في المعلقة عشان لو فيها بذرة اعرف اطلعها بسهولة. وخلاص كده هسيبها على النار. وهنا الخميرة اختمرت. يعني انا خليتها ساعة، يعني خلصت الشربات وطفيت عليه وسبت الخميرة ساعة. بصوا ريحتها جميلة جدا بصراحة. يعني من اول ما طلعتها اللهم بارك، الريحة حلوة قوي. الشكل اللي يريحك، الشكل اللي يعجبك اعملي بالشكل ده. شايفين انا هنا عملت اللي هو حباية البن كده، زي حباية البن او الحباية قبل ما تطحن، يعني بتبقى كده او شبيهة لكده يعني. وعملت كمان هعمل معاكم كمان واحدة اللي هي عاملة زي الغريبة. الشكل والطريقة اللي ترتاحي فيها في تشكيل العجينة اعمليها، مفيش اي مشكلة. آه، آه، كده زي ما شايفين، وحطيت فيها السوداني. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. بصوا انا بقول لكم شايفين عاملين زي كده. وقبل ما ابططها كده، لا ببططها بالسودانية، يعني اعملها واحط السوداني وادوس عليها. هنا دي عشان هعملها بالشكل ده، يعني بالشوكة كده، بحيث انك ايه تشكلي كذا شكل. يعني عايزة شكل واحد اعملي اللي يريحك. فضلا ليس امرا. ما تنسوش تدوسوا اللايك. فضلا ليس امرا، لو وصلتوا لهنا دوسوا اللايك. اعملوا لايك للفيديو. وكده خلاص خلصنا الشكلين اللي في الصينية. هدخله الفرن
واللي في الطبق هقليه، حاطه زيت على النار. لازم يبقى متوسط، ما يبقاش سخن وما يبقاش بارد. وهنقليه. بصوا اضغطوا عليها، لاني اول واحدتين حطيتهم حسيتهم ان هم ارتفعوا، ولدرجه ان هم مطلعين السوداني، فضغطوا عليها عشان حتى لو ارتفعت ما تبقاش شكلها متغير يعني. والسوداني اللي بيقع ما تقلقوش، بعد ما نحط الشربات احنا هنحطه فيه تاني هيبقى طبيعي يعني. الشكل اللي انتوا شايفينه ده. والصينيه زي ما اتفقنا دخلناها الفرن، قلنا هنشوف المقلي ونشوف اللي في الفرن. اللي حابب كده يعمل واللي حابب كده يعمل. حبايبي، ما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش تدعوا ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويعفو عن مبتلانا ويصلح أحوالنا ويجبر خاطرنا جميعا يا رب العالمين. ده اللي طلع من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل جدا وريحته حلوة قوي قوي. وهما الاتنين ريحتهم حلوة قوي وطعمهم ما شاء الله هيعجبكم. كده ده دلقنا عليه الشربات كده زي الزلابية، وبعدين صفيته بالمصفى، وده حطينا حبة الشربات وعملنا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده اللي كان في الفرن. بصوا، ده الشكل اللي احنا عملناه. حلو وجميل جدا. وطعمه هيعجبكم. وده بصراحة ربنا شكله وطعمه كمان أجمل وأجمل. حتى خفيف يعني، اللي اتقلى في الزيت خفيف. يعني انتوا بتمسكي الواحدة خفيفة كده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة. دول حبة عشان حبيت بصدق ان انا اوريكم الكمية كلها اللي طلعت. اللهم بارك، الطبق ده عشان تشتريه من بره لو جالك ضيوف مش اقل من 300 جنيه. فعملناه بكوبايتين كده دي، ما شاء الله اللهم بارك. يا رب الوصفة تكون عجبتكم يا حبايبي وتكون سهلة وبسيطة. الوصفة دي اتعملت يوم الجمعة وكانت في فطار يوم الجمعة. بس للأسف ما عرفتش انزلها. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. شكرا لكم ولمتابعتكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.